واش عقلتو داك النهار اللي وقف فيه العالم كامل كيتفرج في واحد اللقطة عمرها ما غادي تمحى من الذاكرة؟ كريستيانو رونالدو واحد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ خارج من الملعب ودموعه نازلة بعد الإقصاء أمام المنتخب المغربي. كانت لحظة تاريخية، ماشي حيت ربحنا البرتغال فقط، ولكن حيت المغرب دخل التاريخ من أوسع أبوابه وخلى أسطورة بحال رونالدو يودع حلم كأس العالم بالدموع. واليوم التاريخ كيرجع يطرق الباب من جديد. قدامنا منتخب فرنسا، قدامنا نجم اسمه كيليان مبابي. السؤال اللي داير في بال كل مغربي هو واش نقدروا نبكيو مبابي كيف ما بكينا رونالدو؟ هذا السؤال ماشي استفزاز، ماشي شماتة، ولكن هو سؤال رياضي مشروع. واش الأسود قادرين يعودوا كتابة التاريخ؟ واش الجيل الحالي مستعد يصنع ملحمة جديدة تهز العالم كامل؟ السلام عليكم أزلوا. ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم أزالو تيفي. اليوم غادي نهضروا بعقل، بالعاطفة وبالمنطق الكروي، وغادي نحاولوا نجاوبوا على السؤال اللي شاغل ملايين المغاربة في هذه الأيام. أول حاجة خاصنا نتفقوا عليها هي أن مبابي لاعب عالمي وسريع بشكل مرعب وعنده حسن تهديفي استثنائي، ولكن كرة القدم علمتنا أن حتى أكبر النجوم كيطيحوا قدام المنتخب اللي منظم وعنده الروح القتالية. واش ما كانش رونالدو نجم كبير؟ واش ما كانش عنده تاريخ؟ واش ما كانتش البرتغال مرشحة للفوز بكأس العالم في 2022؟ كان الجواب فوق أرضية الميدان. المغرب ما خافش من الأسماء الكبيرة. في كأس العالم بقطر المنتخب المغربي دخل كل مباراة هو كيواجه عمالقة الكرة العالمية. بدا في كرواتيا ومن بعد بلجيكا ثم كندا وبعد اسبانيا ومن بعد البرتغال. كل مره كانوا كيقولوا هنا غادي تسالي المغامره، ولكن الاسود كانوا كيجاوبوا بالفعل ماشي بالكلام. كل مباراه كانت كتزيد الثقه، كل انتصار كان كيخلي العالم يغير نظرته للكره المغربيه. واكبر صوره بقات راسخه في ذاكره الجماهير هي رونالدو وهو خارج كيكي. ما بكاش حيت المغرب لعب بالحظ، ولكن حيت المغرب كان افضل تكتيكيا واكثر انضباطا واكثر اصرارا. اليوم السيناريو كيتكرر بطريقه مختلفه. فرنسا منتخب كبير عنده اسماء لامعه وعلى راسهم كيليان مبابي، ولكن السؤال الحقيقي هو هل المنتخب الفرنسي اليوم اقوى من البرتغال ديال 22؟ هل المنتخب المغربي اليوم اضعف من منتخب قطر 22؟ الجواب عند بزاف ديال المتابعين هو العكس. المغرب اليوم عنده تجربه اكبر، ثقه اكبر، وشخصيه اقوى. اللاعب المغربي ما بقاش كيدخل المباراة باش يدافع فقط، ولا كيدخل باش يربح. شنو خاص المغرب يدير باش يوقف مبابي؟ اولا ما خاص الدفاع يراقب غير مبابي بوحدو. فرنسا عندها حلول هجوميه كثيره، ولكن اكيد مبابي هو اخطر لاعب. خاص التغطيه تكون مزدوجه، خاص المدافعين ما يعطيوش المساحات، لان اكبر سلاح عنده هو السرعه. الى عطيتيه 2 متر فقط يقدر يقلب المباراه. ثانيا المغرب خاصو يحتفظ بالكره. افضل طريقه باش تمنع مبابي من الخطوره هي تخليه يجري بلا كره. كلما كانت الكره عند المغرب كلما نقص خطر المنتخب الفرنسي. الاستحواذ الذكي كيخلي الخصم يفقد التركيز. ثالثا خاص الفعاليه قدام المرمى. هذا النوع ديال المباريات الفرص ديما كتكون شويه قليله. اذا جاتك فرصه خاصك تسجلها. داك التضييع بعد ما نديرو به في هذه المقابله. ضيع الفرص امام منتخب بحال فرنسا راه كيكون الثمن ديالو غالي بزاف بزاف. ولكن كاين عنصر اخر ما كيتهضرش عليه بزاف ديال الناس، هو الضغط النفسي. في قطر الضغط كان على البرتغال، واليوم الضغط الكبير راه على فرنسا، لان الجميع كيعتبرها مرشحه للفوز بكاس العالم. اما المغرب داخل بثقه بلا خوف، وهذا النوع ديال المباريات بعض المرات راه كيكون الضغط النفسي هو اللي كيحسن النتيجه. كاين واحد الفرق كبير بين رونالدو ومبابي. رونالدو كان كيلعب اخر كاس عالم في حياته، اما مبابي فمازال قدامه مباريات اخرين وسنوات ديال طويله. هذا بفضل الله، الى كان كتاب ليه الامر. ولكن الحلم ديال اي لاعب عالمي هو كاس العالم، واي اقصاء كيكون مؤلم. الا قدر المغرب يقصي فرنسا اكيد غادي تكون لحظه صعبه على مبابي كيف ما كانت صعبه على رونالدو. خاصنا نحترموا المنافس. انا ضد اي استهزاء وتقليل من قيمه فرنسا، لان احترام الخصم هو اول خطوه نحو الانتصار. المغرب ربح العالم كامل بالاحترام ديالو وبالاخلاق ديال اللاعبين
وديال الجماهير كذلك. خاصها الصورة تبقى إلا ربحنا فرحوا الحمد لله، وإلا قدر الله خسرنا الحمد لله كذلك، ونصفقوا المنتخب ديالنا اللي شرفنا. الجمهور المغربي غيكون مرة، وقلت شحال من مرة، راه هو اللاعب رقم 12 حقيقة. فين ما كتلعب الأسود كتحس بحال إلا المباراة في الدار، الأعلام المغربية، الأهازيج، الدعوات، الحماس، وديك سير 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 الطاقة كتوصل اللاعبين وكتعطيهم قوة إضافية. كاين سؤال آخر مهم، واش المغرب خاصو يدافع طيلة المباراة؟ بطبيعة الحال الجواب لا. الدفاع وحده راه ما كيجيبش التأهل، خاص يكون توازن. حنا كنعرفوا اللعب ديال وهبي ماشي بحال الركراكي. وهبي ما كيعتمدش على الدفاع يعني في المباراة كاملة. كيكون تنظيم دفاعي، هجمات سريعة، استغلال الكرات الثابتة. هذه الوصفة راه نجحات مع المباريات، ونجحت مع المغرب في مباريات كبيرة. يمكن تنجح مرة أخرى. إذا رجعنا للتاريخ غادي نلقاو أن المفاجآت الكبيرة هي اللي كتعطي كأس العالم القيمة ديالها. ما كاين حتى منتخب كيربح من اسم الميدان، هو اللي كيحكم، والقميص بوحدو ما كيسجلش الأهداف. المغرب اليوم عنده جيل ذهبي، جيل كيآمن براسو، جيل كيحارب حتى آخر دقيقة، وهذا الروح هي اللي خلات العالم كامل يحترم الأسود. مبابي لاعب خارق ما نكذبوش، ولكن حتى هو راه بشر، يمكن ما يكونش في نهارو، يمكن يبقى دفاع منظم يخلق المساحات عليه. كرة القدم عمرها ما كانت لعبة لاعب واحد، هي لعبة جماعية. واحد الحاجة اللي خاص الجماهير تعرفها هي أن المباراة غادي تتحسن بالتفاصيل الصغيرة. غلطة صغيرة وحدة، ركنية، ضربة ثابتة، تدخل دفاعي ناجح، تبديل ذكي ديال المدرب، كل هذه الأمور تقدر تقلب المباراة. أنا شخصيا كنشوف أن المغرب قادر يصنع المفاجأة مرة أخرى، ولكن بشرط ما يدخلش المباراة هو خايف من اسم فرنسا، يدخل بنفس العقلية اللي دخل بها ضد هولندا، اللعب برجولة، اللعب بثقة، والقتال على كل كرة. وإلا وقع السيناريو اللي كنبغيوه الجميل وتأهل المغرب على حساب فرنسا، فأكيد العالم كامل غادي يتذكر هذا الجيل مرة أخرى، وغادي يتذكر أن المنتخب المغربي ما كيبكيش النجوم، كيبكيهمش عوكاك، ولكن لأنه كيحقق أحلام الشعب كامل بالإصرار والعمل. وإلا شفتي مبابي حزين بعد صافرة النهاية، فاعرف أن السبب ماشي لأنه لاعب ضعيف، ولكن لأن المغرب كان مرة أخرى كبير فوق أرضية الميدان. وفي الآخر بغيت نوجه رسالة لكل الجماهير المغربية: شجعوا منتخبكم بكل قوة، بكل قوة عفوا، خليو الثقة كبيرة، ولكن ديما خليو الاحترام حاضر. الرياضة كتجمع الشعوب وما كتفرقهاش، وربح المغرب الحقيقي هو الصورة الجميلة اللي كيقدمها للعالم. إلا عجبكم هذا التحليل ما تنساوش ديروا لايك، شاركونا في التعليقات. واش فعلا المغرب يقدر يبكي مبابي كيف ما بكى رونالدو؟ شنو هو توقعكم من نتيجة المباراة؟ إلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.